حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا طبعا بعد بقى ما وريتكم الجولة الجميلة اللي في محطة الرمل وشوارع محطة الرمل، وطبعا سينما أمير. احنا في سينما أمير دخلنا فيلم اللي هو بتاع من أجل زيكو، بتاع اللي هو كريم محمود عبد العزيز. فيلم جميل جدا جدا جدا. لو حابين تعرفوا القصة باختصار اكتبوا لي في الكومنتات، وبإذن الله أعمل لكم فيديو كده والخص لكم القصه. هي قصه جميله جدا والفيلم حلو، ويعني ايه فيه شويه ضحك كده حلوين يعني. بعد كده رحنا اللي هو كارفور اللي في محطه الرمل، بس انا طبعا ما عرفتش اصور لان يعني انتوا عارفين ان المكان جوه الهايبر جوه في كارفور. متهيألي ما بيرضوش يصوروا، وانا بصراحه ما اتكلمتش مع حد في الموضوع ده. فانا جبت حاجات بسيطه جدا جدا لان احنا كنا مكملين طبعا مشي في محطة الرمل ومكملين الفسحة. فما حبيتش طبعا اجيب حاجات كتير عشان الشيلة ما تبقاش ايه تقيلة. بصوا بقى، ده سوق بتاع ده، قصدي رز. رز ده انا ما شفتوش خالص عند فتح الله. انا لقيته عند كارفور اللي هو في محطة الرمل. اسمه شاهي. أرز مصري. ده يا جماعة ب15 95، عاملين عليه عرض ب10 جنيه 95. يعني بدل 16 جنيه 11 جنيه، يعني في فرق 5 جنيه. حلو جدا جدا. انا جبت اتنين بس، علشان زي ما انا قلت لكم طبعا الشيلة ما تبقاش ايه تقيلة علينا. جبت اللي هو حليب المراعي ده اللي هو خالي الدسم. بصوا اللي هو المراعي ده اللي هو اللتر، اللي هو حليب مكتوب عليه حليب طويل الأجل، خالي الدسم. اللتر يا جماعة ب17 جنيه وربع. ده مكتوب بصوا اهو هنا بدون لبن بودر اهو. طبعا المراعي جميل جدا جدا. خالي الدسم او كامل الدسم، بجد المراعي جميل هو وبخيره بجد. يعني اكتر نوعين لبن طعمهم حلو جدا. حتى لو تعملي قهوة او نسكافيه بيبقى طعمهم حلو جدا جدا جدا. بصوا بقى انا جبت اللي هو دابر فاتيكا. ده كريم تصفيف الشعر، ترطيب فائق للشعر الجاف والمتناثر والخشن. ده يا جماعة باللوز. دي عاملة 10 جنيه 95 قرش. بصوا مكتوب عليها خصم 10%. بصوا هو هي اللي بصوا العلبة صغيرة مش كبيرة. في منها طبعا أحجام، في الحجم اللي أكبر من ده، بس دي تقريبا أصغر حاجة. ده يا جماعة باللوز حلو. انا جبته قبل كده حلو. ده بصوا 70 ملي، مش بقول لكم صغيره جدا. بس انا كنت جايبه قبل كده النوع التاني برضو دابر فاتيكا بس من فتح الله. تقريبا كان بزيت الزيتون او كده، فانا قلت اجرب اللوز. ده ب10 جنيه 95 قرش، بس طبعا 70 ملي ده صغير جدا جدا. بس قلت ايه اجربه برضو عشان لو طلع حلو اجيب الحجم الكبير، لو طلع مش حلو اجيب ايه اللي هو حاجة تانية او نوع تاني. بصوا بقى المج ده تحفة جميل جدا. اول ما دخلنا كارفور في المجات محطوطة. انا اللي عجبني يا جماعة ان هو شفاف اهو. هو لونومارك طبعا، الماركة دي جميلة جدا جدا. في منها برضو اطباق انا جايبة منها حلوة جدا. انا بحب جدا المج اللي هو الشفاف. اللي هو بيبقى الغامق ده بصراحة ما بحبوش، ان دايما بحب اشوف الحاجة اللي انا عاملاها مثلا ايا كان بقى نسكافيه، شاي، شاي بلبن. المج ده بصوا بصوا كبير ازاي والله، وجميل حجمه حلو وتقيل وحلو. ده عامل 14 جنيه 95 قرش. انا جبت اتنين، واحد ليا واحد لزوجي. بصوا ده طبعا ما رضيتش اجيب الاتنين واحد عشان يبقى ايه كل واحد ليه المج بتاعه مختلف. جبت ده برضو شكله جديد وشكله حلو جدا جدا برضو ب14 جنيه 95 قرش. لقيت بقى عنده شاي الوردة اللي هو الربع كيلو 250 جرام، عامل 20 جنيه 75 قرش اهو. انا ما كنتش لاقيه عند فتح الله، بس لقيته عند كارفور اللي هو في محطة الرمل. بصوا بقى المناديل المبللة دي مش من كارفور. المناديل المبللة دي انا جبتها من حد يعني معدي كده بكرتونة. بس لما لقيته حلو وريحته جميل جدا. ده يا جماعة بالليمون اهو، مكتوب عليه فريش. بصوا هو ريحته حلوة جدا جدا جدا، وطبعا رائحة الليمون حلوة. ده بصوا الباكو ده عامل 10 جنيه، حلو جدا.
اهو. طبعا ريحة الليمون حلوة جدا جدا جدا. انا جايباه طبعا علشان بنضف بيه حاجات معينة كده في البيت، بينفعني وعملي جدا جدا وحلو. جبت بقى بصوا ملح ده ما كاتبين عليه نمبر 1. الملح ده يا جماعة التلاتة مع بعض ب10 جنيه 95 قرش. يعني حاجة جميلة جدا. انا كنت بجربه الاول، بس قعدت فترة ما بجيبوش بصراحة، بجيبه اللي هو ملح الخير. بصوا يا جماعة، لا انا شفته في الفاتورة هو ب9 جنيه 95 قرش. طبعا حلو جدا. انا دايما متعودة بجيب ملح الخير، بس انا جبته بيقولوا يعني كويس لمرضى الضغط وكده، فانا جبت بصراحة لقيت عليه عرض حلو. يعني التلاتة ب10 جنيه حلوين جدا مش غاليين. اهو. طبعا لو انت بقى مش بتعرفي تتعاملي يعني اللي هي الازازه دي، ممكن تحطي عادي في علبه انت متعوده تحطي فيها الملح بتاعك وتتعاملي عادي. لو مثلا بتاخدي ايه بكميه معلقه وانت عارفه المعيار بتاعك، تعملي كده. لو انت حابه تستعمليها كده برضو ايه براحتك. طبعا بعد كده بقى رحنا طبعا اتعشينا. بصوا بقى، مطعم ابو ناصر حلو جدا. ما كنتش اول مره اجربه، جربته كذا مره، بس قبل ما اعمل القناه. فقلت بقى طالما انا رحت، طبعا انا برضو مصوره لكم في الفيديو ده. عملت لكم برضو كده ايه يعني جوله بسيطه عنده. بصوا مطعم ابو ناصر دي، بصي عايزين تاخدوها سكرين شوت تاخدوها اهي. بص دي ارقام التليفونات. هو يا جماعه في شارع 13 شارع الشهداء، الغرفة التجارية محطة الرمل. جميل جدا واكله حلو جدا جدا جدا. احنا طلبنا حاجات بسيطة عنده. بصوا المنيو اهو. اهو. برضو اللي حابب يعني ياخدوا سكرين شوت ياخدوا. ده المنيو بتاع ابو ناصر اهو. اهو. بصوا احنا طلبنا كريب شاورما فراخ الواحد ب40 جنيه. في عنده سندوتش كريسبي عادي مش حار ب25. عندك الحار ب30. برضو في وجبة حلوة جدا. بصوا اهي. نص فرخة. في نص فرخة مع نص فرخة مشوية مع رز أصفر. عاملة برضو 65 جنيه. وشرب في بتاع اللي هو طاجن الكوارع اهو. بصوا اهو. طاجن كوارع بالصلصة وفتة وشوربة. التلات حاجات دول مع بعض بيجولك كده عبارة عن 3 طواجن ب75 جنيه. احنا طلبنا دي، وطلبنا اللي هي الوجبة اللي هي نص فرخة برز اصفر بس، ما فيهاش ولا بطاطس ولا حاجة ب65 جنيه. وبرضو طلبنا 2 كريب الواحد ب40، وساندوتش الكريسبي اللي قلت لكم عليه ب25 جنيه. بصوا اهو. طبعا يعني انا عملت الفيديو ده لان انا طبعا عملت ايه، اخدتكم كده في جولة في محطة الرمل، ووريتكم برضو مطعم ابو ناصر. فحبيت برضو افيدكم بالاسعار واوريكم برضو المنيو اهو، عشان اللي حابب يطلب حاجة من عنده يطلبها. يا جماعة حاجته حلوة ونضيفة. وهدي ارقام التليفونات اهي. ده كده كان فيديو يعني بسيط بعد الجولة الجميلة اللي عملناها في محطة الرمل. وبإذن الله ابقى اعمل لكم جولات تانية، واوريكم بقى شوارع مختلفة جدا في اسكندرية، واوريكم بجد اسكندرية حلوة قد ايه. وبإذن الله اشوفكم فيديو جديد. بس قبل ما اقول لكم سلام متنسوش اللايك، اشتراك في القناة، تفعلي زر الجرس عند كلمة الكل هيوصلك مني اشعار بكل جديد. وبإذن الله اشوفكم على خير ومع السلامة.